بسم الله الرحمن الرحيم. خير الكلام ما قل وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة أمر الله موعدنا مع شرح محاضرة لابلاس ترانسفورم. احنا هنشرح ازاي نحل سؤال لابلاس ترانسفورم بطريقة سهلة وجميلة، وإن شاء الله ده سؤال مضمون في الامتحان وهيجي نفس السؤال. هنشرح لك ازاي نحل لابلاس. أول حاجة بنصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويلا بينا. أول خطوة عشان تحل لابلاس ترانسفورم، أول حاجة نوجد الدالة. نوجد الدالة. تاني خطوة نكتب القانون. وتالت خطوة نعوض بالدالة في القانون. وطبعا ممكن نكتب هنا جنب القانون نكتب نوجد التي. نكتب نشوف التي بيساوي كام، وهعرفك ايه هي التي دلوقتي. رابع خطوة اللي هو هنعمل هنكمل بقى. تمام، وهنحل معاك السؤال الموجود في المحاضرة. تمام، يلا بينا. اول حاجه عشان نوجد الداله بنجيبها منين؟ هو مش بيديك الداله نفسها، بيديك رسمه الداله. فاحنا بنطلع من الرسمه الداله بتاعتنا. تمام. هنا الداله معرفه على فترتين. عرفت ازاي انها معرفه على فترتين؟ اول مره كانت ماشيه داله مستقيمه عند الواحد، بعدين بقت داله مستقيمه عند الصفر، حصل لها هبوط كده، بقت ماشيه مستقيمه عند الصفر. فعشان نطلع الداله دي داله مستقيمه، خط مستقيم. طالما هي خط مستقيم كده يوازي محور الاكس، اللي بيحصل بتبقى رقم. وقيمة الرقم ده بتبقى هي اللي بنقطعها عند محور واي. يعني هنا خط مستقيم يوازي محور اكس، ويقطع محور واي عند كام؟ ويقطع محور واي عند واحد. يبقى الدالة بتاعتك بتساوي كام؟ يبقى هنقول له اف اوف تي او اف اوف اكس، هنخليها تي ماشي، يبقى ده تي مش اكس. ونعمل له كده اهو كاتبينها فوق. يبقى هنكتب كام؟ هنكتب واحد. طب الواحد ده الداله بتساوي واحد، الداله بتساوي كام؟ واحد عند كام؟ عند من صفر لحد واحد. يبقى الداله بتساوي واحد عند تي اكبر من الصفر، واقل من واقل من الواحد. تمام. تمام، هل كده خلصنا الداله؟ لا، باقي الفتره دي بتاعت الداله. فالفتره بتاعت الداله دي بتساوي كام يا هندسة؟ بتساوي صفر. احنا قلنا دي خط مستقيم. خط مستقيم يوازي محور اكس او محور تي، وينطبق عليه. طالما ينطبق عليه يبقى برضه بيوازيه. تمام. ويقطع محور واي. هو بيقطع محور واي. لو جيت تمده كده هتلاقي بيقطع محور واي. بيقطع محور واي فين؟ بيقطع محور واي هنا. يبقى الواي بتساوي كام؟ يبقى الواي بتساوي صفر. بتساوي صفر عند كام؟ عند التي اكبر من الواحد واقل من كام؟ واقل من اتنين. عند التي اكبر من الواحد واقل من كام؟ واقل من الاتنين. تمام يا هندسه. تمام. بس في حته مهمه. كده خلصنا كده خلصنا الداله بتاعتنا، انتهت هنا. الداله بتاعته تتكرر تاني. فطالما الداله بتاعتنا خلصت لحد هنا، الداله بكون خلصت الداله وببدا احل. تمام. الداله خلصت عند رقم كام؟ خلصت عند رقم اتنين. يبقى عندك التي بتساوي كام يا هندسه؟ يبقى عندك التي تساوي اتنين. التي دي اللي هي اللي هي المدى بتاع الداله. تمام. اللي هو ده الدالة مشيت لحد كام؟ مشيت لحد الاتنين. تمام جدا. كده عملنا اوجدنا الدالة. وجدنا الدالة. كتبنا القانون. القانون بتاع لابلاس ترانسفورم بيساوي لابلاس لاف اوف تي بيساوي واحد على واحد ناقص اي اس سالب اس تي في تكامل من صفر لتي اي اس سالب اس تي اف تي. التي اللي هنا والتي اللي هنا اللي هي التي اللي هي بتاع الدورة، لا مجال الدورة، لا الاتنين. انما التي اللي هنا دي التي اللي احنا بنعوض فيها بتاعت لابلاس. والخطوه رقم 3 بقى عشان نشتغل هنعوض بالداله في القانون. تعال نعوض بالداله في القانون. هنكتب لك لابلاس للاف اوف تي بتساوي كام يا هندسه؟ بتساوي واحد على واحد ناقص اي اس سالب اس تي. والتي عندك بكام يا هندسه؟ التي طلعناها باتنين، يبقى اتنين في تكامل من صفر لكام؟ تكامل من صفر لاتنين. تمام. في اي اس سالب اس تي في الداله بتاعتنا اللي هي كام؟ في الداله بتاعتنا اللي هي مرة بواحد، هنكتب له اف تي يا عم. ومرة بكام؟ دي تي. ومرة بصفر. تمام. اف تي. بعدين يا هندسة هنعمل بعدين هنعوض في القانون. بس خلي بالك دي اللي معرف على فترتين، مرة من صفر لواحد ومرة من واحد لاتنين اهي.
مرة من صفر لواحد ومرة من واحد لاتنين. فخلاص يلا بينا ايه نشتغل عليها كده. هنقول لابلاس للاف كام؟ للاف تي. الكلام ده بيساوي واحد على واحد ناقص اي اس سالب اتنين اس. تمام. تكامل، طبعا نفتح قوس كده، فتكامل مرة هنقول من صفر لواحد ونكتب الدالة اي اس سالب اس تي في الدالة الاف تي اللي هي بكام؟ من صفر لواحد. الدالة بكام عندك يا هندسة؟ من صفر لواحد الدالة بتاعتك بواحد. تمام. تمام. زائد احنا قسمنا التكامل، هنقول من واحد لاتنين. اي اس سالب اس تي تنزل زي ما هي، اي اس سالب اس تي تنزل زي ما هي. في الاف تي بتاعتك بكام يا باشمهندس؟ من واحد لصفر. من واحد لاتنين يديك كام؟ يديك صفر. يديني صفر. طبعا ايه في دي تي هنا، وهنا في ايه؟ في دي تي. تمام. تمام. دي تكاملها هيدينا صفر، لانه صفر في اي اس سالب اس تي بيدينا صفر. تكامل الصفر بكام؟ بصفر يا هندسه. تمام جدا. طب بعدين هنشتغل على ده، هنكمل الطرف ده. هنكمل ده ازاي يا باشمهندس؟ ده تكامل عادي جدا، دالة أسية هنكملها. أول حاجة هننزل واحد على واحد ناقص اي أس سالب اتنين اس في تكامل كام؟ في تكامل اي أس سالب اس تي. تكامل الدالة الأسية بتنزل زي ما هي على مشتقة الأس، يبقى اي أس سالب اس تي على كام؟ على مشتقة الأس. مشتقة الأس اللي هي كام؟ اللي هي سالب واحد على اس. سالب واحد على كام؟ على اس. ده حل السؤال بتاعنا. عايزين نبسطه اكتر، ممكن ايه؟ ممكن نضرب دول في بعض، نقول ايه اس سالب اس تي على كام؟ على اس، نفتح قوس، واحد ناقص اي اس سالب اتنين اس. تمام. وده حل السؤال بتاعك. طيب ايه الصعب اللي ممكن يجيلي في السؤال ده يا هندسه؟ ممكن يجيب لك داله مش ايه، داله مش ثابته زي ما زي كده. ممكن يجيب لك داله خطيه، كده كده مش هيجي لك داله تربيعيه. فاحنا عايزين نعرف الداله الخطيه بتعمل ازاي يا باشمهندس. الداله الخطيه فرضنا انها عامله كده، دي اتنين ودي مثلا اربعة، وادي هنا كام؟ وادي هنا صفر طبعا. فانا عايز ايه؟ عايز اكون الداله ايه؟ عايز اكون الداله من الداله الخطيه. بكونها ازاي يا باشمهندس؟ بعمل اول حاجه عشان اكون الداله بتاعتك محتاج حاجتين، محتاج نقطه، نقطة وميل. طب النقطة عارفها، النقطة مثلا ممكن اختار صفر وصفر عادي جدا. طب الميل يا باشمهندس بجيبه ازاي؟ الميل يا هندسة بجيبه، بقول بحتاج عشان اجيب الميل بحتاج ايه؟ بحتاج نقطتين. نقطتين. تمام. النقطة الأولى اللي هي مثلا اللي هي هختارها مثلا صفر وصفر، والنقطة التانية ممكن اختارها اللي هي دي، التقاطع دول مع بعض. تمام. تمام. فنختار النقطتين صفر وصفر وكام؟ واتنين واربعة. كلام رائع جدا. بجيب بقى الميل ازاي؟ بقول فرق الصادات على فرق السينات. فاقول صاد، او عشان نقولها بالانجلش هنقول واي اتنين ناقص واي واحد على اكس اتنين ناقص اكس واحد. كلام رائع جدا. هنجيب الميل ازاي يا باشمهندس؟ هفرض مثلا ان النقطة دي اتنين والنقطة دي كام؟ والنقطة دي واحد. فواي اتنين ناقص واي واحد، واي اتنين بكام؟ واي اتنين باتنين ناقص واي واحد اللي هي صفر، يبقى ادينا كام؟ هيدينا اتنين على اكس اتنين ناقص اكس واحد. اربعة ناقص صفر يدينا كام؟ يدينا اربعة. اربعة اتنين على اربعة يدينا كام؟ يدينا نص. يطلع معاك الميل بكام يا هندسة؟ يطلع معاك الميل بنص. كلام رائع جدا. طيب عايز اجيب بقى ايه الدالة بتاعتك؟ عشان اجيب الدالة بتاعتي قلت لك محتاج نقطة ومحتاج ميل. الميل جبناه بكام؟ بسالب، جبناه بموجب نص. طب النقطة يا هندسة جبناها بكام؟ النقطة هناخدها مثلا صفر وصفر. تمام. تمام. يلا بقى نكون الدالة. هنقول له اف، هنقول له واي بتساوي كام؟ بتساوي الميل، او ممكن نكتبها واي ناقص واي واحد. ثانية واحدة نقلب الصفحة. هنكتب لك ايه؟ واي ناقص واي واحد على اكس ناقص اكس واحد. الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي الميل. الميل اللي هو جبناه بكام؟ بنص. طب والواي واحد اللي هي النقطة، والاكس واحد اللي هي النقطة، اصلا النقطة بصفر وصفر. فنكتب لك كام؟ واي على اكس، احنا هنا شغالين بالتي، فنكتب لك واي على تي، واي على تي بيساوي كام؟ بيساوي نص. اذا نقلب الصفحة بس عشان نكمل هنا. بص هنقول ايه؟ واي ناقص واي واحد على تي ناقص تي واحد. تي هنا لكنها اكس. تمام. كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي الميل. انا عارف ان الميل بكام؟ بالميل بنص. تمام. والواي اللي هي اف تي اصلا، فالواي اللي هي ايه؟
اف تي، يبقى اف تي ناقص كام؟ ناقص صفر. تمام، على كام؟ على تي ناقص صفر. الواي واحد والتي واحد دي اللي هي ايه؟ اللي هي صفر. تمام تمام. يبقى هيدينا كام؟ هيدينا اف تي على تي مضروبة في كام؟ مضروبة في نص. تمام. يبقى الاف تي بتساوي كام يا هندسة؟ يبقى الاف تي بتساوي نص تي. ودي الدالة بتاعتنا يا باشمهندس. فلو جات لك ايه؟ لو جات لنا دالة خطية، لو جات لنا دالة خطية بنعمل ايه؟ بنطلع نقطة، نقطة وايه؟ نقطة وميل. الميل بنجيبه ازاي؟ الميل بنجيبه من نقطتين، واي اتنين ناقص واي واحد على اكس اتنين ناقص اكس واحد. كده جبنا الميل، هنيجي جايبين واي ناقص واي واحد على اكس ناقص اكس واحد بيساوي ايه؟ بيساوي الميل. وكده جبنا المعادلة بتاعتنا، هنضرب وسطين في طرفين، ممكن نكتبها على طول كده. واي ناقص واي واحد بيساوي كام؟ بيساوي الميل مضروب في كام؟ مضروب في تي ناقص تي واحد. يعني كده على طول بدل ما نضرب وسطين في طرفين تخليها كده. فدي الطريقه اللي بنوجد منها الداله، وبتوجد الداله تحطها تكملها وتشتغل عادي جدا. بس كده. وبس كده، اتمنى اكون قدرت افيدكم ولو معلومه بسيطه، وده سؤال مهم هيجي في الامتحان. كان معكم باشمهندس فارس عبد الهادي، وسلام.